اليوم استهداف خدمة الحسين، أنا أريد فقط مو فقط تمشي، هذا المشي يحرر عقلي، يزيدني وعي، يزيدني قيم الحسين، يزيدني مبادئ الحسين. من يقول هيهات من الذلة كن أنا أتبنى هذا المشروع. وإلا شنو التلويح؟ اسمعوا يا نواب الشيعة، اسمعوا يا الحقوقيين عند الشيعة، إلكم ثقلكم من قضاة ومحامين وحقوقيين، ليش يطبقون مادة 372 من القانون العراقي، قانون العقوبات، على خدمة الحسين؟ سامعين بهاي المادة لو ما سامعين؟ سامعين بهاي المادة؟ اللي يقول لك هذا يجرم الإساءة إلى معتقدات الطرف الآخر. أنا ما متجني على الطرف الآخر حتى أنت تقول لي لا تروح وتسيء المعتقداته. أنا جاي أجيب لك من مصادرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. هذا نص دستوري نبوي يقول فاطمة قطعة مني، اللي يأذي فاطمة يأذيني، واللي يأذيني يأذي الله عز وجل. وهي من إجوها الاثنين ايش قالت لهم بعد ما انكسر ضلعها، بعد ما حرقوا بيتها وأسقطوا جنينها وعينها محمرة وخدها مضروب، ايش قالت لهم نايمة بالفراش؟ قالت: أشهد بالله أنكما أغضبتماني وآذيتماني، والله لأدعون عليكما بكل صلاة أصليها. وانت تجي تجرمني تقول لي أنت تسب السلف الصالح إذا أنت عندك معاوية كاتب الوحي، ومعاوية قتل الإمام الحسن وقتل الإمام أمير المؤمنين، ويزيد فجع قلبي بقتل الحسين. يعني اليوم إذا قلت أنا يزيد قاتل الحسين تطبق علي هاي المادة وتروح تسجني 3 سنوات، وبعدين ذكروها مني. إذا بقينا على هالحال والله حتى المجلس من يجي ناخذ موافقة أمنية، وحتى من نجي زيارة 40 موافقة أمنية. ليش؟ بحجة المساس بعقائد الآخرين. عم منمس شو ما حد يتكلم عنه، أنا قدمت 500,000 شهيد أيام العنف الطائفي، شو ما حد ذكر الشيعة. هاي مقبرة كربلاء شوفوا بها المقابر المجهولة، هاي مقبرة النجف شوفوا بها القبور المجهولة، وإحنا تبعا للمرجعية العليا مؤدبين وساكتين. والمرجعية العليا حطتها في الصميم عندما قالت أنفسنا، ولا زلنا نعتقد بأنكم أنفسنا. أما تروح الخدمة الحسين وجاي يطبق عليهم القانون، ناطة الكبرى.